ورجعت لكم في ملخص جديد، بس المرة دي الملخص عبارة عن إعلانين جايين في رمضان السنة دي. الإعلان هو المسلسل الأول بتاع الكبير قوي الجزء الثامن. بيبدأ الإعلان بهجرس اللي بيقول إن هو هيبقى العريس، وده خبر حلو، فنتمنى نشوف أحداث جديدة عن الجزئين اللي فاتوا. وبعدين بنشوف حزلقوم قاعد قصاد المذيع بتاع حيلهم بينهم اللي كان مطلع عين الممثلين زمان، وأعتقد إن هيبقى الجزء دوت برضه حلو لأنه ممثل دمه خفيف. وفي نفس الإعلان بنشوف شخصيات خيالية كتير في المسلسل ومسلسلات أجنبية متاخد منها أجزاء في مسلسل الكبير قوي، وشايفة إن دوت ممكن يكون تكرار تاني للأجزاء اللي فاتت، بس هنشوف ويمكن يطلع حاجات حلوة. وفي آخر إعلان بنشوف أمينة خليل واقفة جنب الكبير وهو بيتريق على مناخيرها أو بيتنمر عليها الحقيقة، وعامل مناخير كبيرة رغم إنها دايما بتقول إن الناس بتتريق على مناخيرها. فهنشوف مسلسل الكبير السنة دي يمكن يكون أفضل من الأجزاء اللي فاتت ويمكن يكون أسوأ، قولوا لي رأيكم. والمسلسل التاني معانا هو خالد نور وولده نور خالد، واللي بيقول إن الشخص ده يبقى ابن الشخص ده. ازاي معرفش، بس هو واضح ان في حاجة غريبة حصلت وهما الاتنين اتقابلوا في مدرسة عيالهم، وراح قال له ان انت ابويا، والتاني يقول له ابوك مين، لغاية ما راحوا للدكتور والدكتور قال لهم ازاي ده ابو ده، وواحد فيهم مواليد 87 والتاني مواليد 88، يعني الفرق بينهم سنة، فدي حاجة مستحيلة، اكيد مخلفوش وهو عنده سنة يعني. فالمهم هنشوف الاحداث ايه، والشخصيتين دول عبارة عن شخصيات كوميدية جدا، اتوقع ان هو هيكون كوميدي اكتر من المسلسل الكبير. قولي رأيك في الكومنتات، ويا ترى انه مسلسل هيكون احلى، ولو في مسلسلات تاني عايزين تتابعوها قولولي عليها في الكومنتات. بس كده، سلام.